اسرع خيانه زوجيه في العالم كله في الصباحيه. قالت له انا وعدتك هيدخل يتاكد ان انا بنت، وبعد كده اللي نفسك فيه كله هتعمله واكتر منه، واللي ما اقدرش اعمله مع جوزي هعمله معاك انت، همتعك. تعالوا نشوف القصه من اولها. الزوج اسمه باسم، الزوجه اسمها ليلى، واخت الزوج اسمها لوزة. ايه اللي حصل؟ باسم حب ليلى خلاص، لكن ليلى بتحب مين؟ ليلى كانت قبل ما تتجوزوا على علاقه بشاب ومتفقين على كل شيء، لكن الواد ما حلتوش حاجه، فخلاص فبكى مع ليلى وقال لها سيبيني. قالت له انا عمري ما هسيبك. قال لها ما خلاص هيتفضل بعد ما تتجوزي. قالت له اللي انت كنت بتحلم بيه انا هحققه لك، انت مش كنت عايز تنام معاه؟ قالت له انت بعد ما هو يدخل ويتاكد ان انا بنت في نفس اليوم انت هتدخل. قال لها ازاي؟ قالت له مش مشكلتك، ده مشكلتي. بعد ما يدخل هو انت هتدخل، واللي كان نفسك فيه كله هتعمله اكتر منه. ده وعد مني، وعد المحبه لحبيبها، وانا لما اوعد وانت عارفني وعدي على رقبتي. قال لها مش هتنسيني؟ قالت له انساك ازاي وانت هتبقى معايا بعد جوزي على طول. العريس اتقدم وابتدى يدور على شقه، فضلت تخلي يدور على شقه لغايه ما خلته خد شقه في نفس العماره او البرج اللي بيسكن فيه حبيبها وعشاها. بقى باسم وهو في الشقه تحت، وصاحبها وحبيبها اللي هي وعداه في الشقه اللي فوق. فعلا الزوج مارس الحب مع زوجته كأي عريس وعروسه، وتأكد ان هي بنت وزي الفل. وفي الصبح في الصباحيه الراجل فطر وعايز يدخل تاني. قالت له لا كفايه كده، انا بعد اذنك كان عندي ندر ولازم توفيهولي، هديك حاجه تروح الحته الفلانيه توديها لي. قال لها ده وقت والناس يقولوا ايه؟ قالت له هو ده ندر؟ انا كنت احلم بواحد زيك، انا كنت احلم ان انا اتجوزك، ده انت الحب كله، ده انت عرفتني اللي محدش يعرفه، ده انت حياتي عشان خاطري الا الندر. قال لها ده مشوار طويل، ده هياخد اكتر من ساعه. قالت له زي بعض، على الاقل تشتغل. قال لها انا كنت لسه شبعت منك. قالت له عشان خاطري يا باسم ده ندر. حاضر. الراجل خد الندر ومشي. في الوقت ده اتصلت بيه انزل لي زي ما وعدتك، بس سيبني ربع ساعه اخد حمام عشان اجهز لك اسرع خيانه زوجيه في العالم كله في الصباحيه. حصلت في بولاق الدكرور. فعلا خرج الزوج، هي خدت الحمام، نزل الجار الحبيب الاول عمل اللي هو كان نفسه فيه، وهي عملت معاه اكتر من اللي هي عملته مع جوزها. قالت له وعدت واوفيت. مبسوط؟ قال لها حياتي بس مش شبعان منك. قالت له كل ما تكون عايزني هبعت جوزي في نادر. بقى جوزها متخصص، كل ما حبيبها يحب ينام معاه يروح يجيب يودي النادر. ما اعرفش نادر ايه ده. استمر نادر قد ايه؟ سنه كامله. الواد يحب هو يروح يودي النادر، كل ما يحب يروح يودي النادر، كل ما يحب يودي النادر. ده ايه ده؟ لغايه ما في يوم من الايام اخته بتزوره في البيت، اخت جوز يعني، راحت تزور الاخت اللي هي لوزة. بتزور ليلى اخبارك ايه وعامله ايه وازاي اخويا معاك؟ قالت لها كويس وبتاع. المهم في اثناء كده هي قالت لها طب انا هريح عقبال اخويا جاي من سفر، عقبال اخويا ما يجي وبتاع اكون ريحت شويه. قالت لها ماشي. ريحت شويه بس ما نمتش. الثانيه ما خدتش بالها. الواد رن عليها تتكلم معاه، ايوه بقى ده انا عندي اخت جوزي النهارده، اعمل معروف ما تجيليش النهارده، هتيجي كيف؟ انت مجنون، انت ما بتشبعش؟ ده كل يوم، انت ايه اخرك ايه؟ طب يا اخي ما انا بحبك زي ما انت بتحبني، بس مش كل يوم، ارحمني شويه، ده الراجل بيجي ينام معايا بكون تعبان، سيبه مره انت ومره وهو مره، حرام عليك انت والله العظيم بيجي ينام معايا بقول له انا تعبان بسببك انت ما بتتهدش. طبعا مين اللي سمعت بالصدفه؟ اخت جوزها. ابتدت تراقبها، لقت انها فعلا كل يوم والتاني بتطلع عند الواد او الواد ينزل لها. قالت لا ده اخوي دم ولحم، انا لازم مش هقدر اقول لاخوي، ده اخويا كان يموت فيا. راحت مسكتها هي، يا ليلى ايوه ايه اللي بيحصل؟ انت مالك بالجار اللي فوق وازاي يدخل وجوزك مش موجود؟ هي كانت تتوقع بقى انها هتكسرها مش قادره تتكلم، خلاص اتفضحت. قالت لها انت جايه تفضحيني؟ اسال يا اخوك مش قادر عليا، اخوك مش مكفيني، هعمل ايه يعني؟ ولقيت شاب بيقدر اللي اخوك ما بيقدرش بيعمله هو بيعمله.
قالت لها العيب في اخويا. قالت لها العيب في اخوك، سايبني على طول، هعمل ايه طيب؟ انت لو مكاني هتعمل ايه؟ قالت لها اخرس انا شريف. قالت لها انا اشرف منك، انت ما تعرفيش حاجه، انت جوزك مكفيك، لو جوزك كان مقصر معاكي كنت بصيتي بره، انت فاكره لحم ودم، نداء الجسد ما نقدرش، لما بيزعق جوانا اي حد بيلبيه بنقول له خدنا في حنانك خدنا. قالت لها طب الموضوع ده ما يتكررش تاني، كل شويه تتصل بيها اوعى هقول لاخويا هقول لاخويا هقول لاخويا. لا ليلى قالت لا ده ما فيش بقى كل شويه تهددني. عملت ايه بقى عشان ما تخليهاش تهددها تاني؟ راحت تزور اخت جوزها في البيت، وانت اخبارك ايه وبتاع، والله انا كنت غلطانه وجاي استسمحك وحقك عليا، والله انا تبت وعمري ما هعمل كده تاني، انا فعلا غلطانه، ده اخوك سيد الرجال، انا ما اعرفش كنت بعمل كده ليه، اهي غلطه وعدت وانا تبت وما تبتش. قالت لها الحمد لله وانا ما قلتش لاخويا، وطول ما انت كويسه انا يا ستي مش هقول حاجه. قالت لها ما اولادك فين؟ قالت له والله بعتهم مشاوير وبتاع ومحدش يعني بيستناني. قالت له ما انت ما قلتش ان حد جاي، يعني ما حدش يعرف ان انا كنت جاي لك، وانت كنت قلت لحد؟ قالت له طيب. راحت مطلع السكينه من الشنطه وعطتها 21 طعن. قتلت اخت جوزها عشان اخت جوزها بتهددها وتقول لها لازم تمشي صح ولازم تراعي ربنا في اخوي.